جاب التليفون ابو ابو كنزي تمام. قول لهم مكان هنا في القلعه. في القلعه هنا نزلوا الفنار المناره. الجروب العدلي هيتظبط هنا، ابو كنزي هيظبط الدنيا معاه. القاهرة يا جماعة، مسافرين القاهرة. صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي انت بتشوفني فيه. فيديو النهارده يا شباب هيكون فيديو روعة جدا ومميز جدا. عشان نختصر على بعض كتير، انا بعمل الفيديو ده بعد تصويره. يعني انا صورت الفيديو ورجعت من السفر ونمت يومين بحالهم، وبعد كده بدأنا ان احنا نمنتج الفيديو ونعمله. فيديو النهارده يا شباب هتكون تجربة خطيرة جدا، وهي مسافرين اسكندرية. بس مش مسافرين اسكندرية زي اي حد ما بيسافر اسكندرية، ده احنا عملنا تجربة كده مميزة. وهي ايه؟ ان احنا سافرنا من القاهرة لفين؟ للمنوفية، وبعد كده من المنوفية لاسكندرية. طب ليه احنا سافرنا من القاهرة للمنوفية وبعد كده من المنوفية لاسكندرية؟ يعني ما سافرناش من القاهرة على طول لاسكندرية على طول وخدنا طريق اسكندرية الصحراوي وودينا. هقول لك ليه. لان احنا حبينا نعمل تجربة كده خطيرة، نادر جدا لو حد عملها، ونركب القطر ونشوف كده التجربة هتبقى عاملة ازاي. عشان افهمك فكرة التجربة ديت هقول لك يعني فكرتها سريعا. وهي ان احنا صاحبنا ده قاعد في المنوفية طبعا مع عربيته. فاحنا ركبنا من القاهرة، قلنا له هنركب من القاهرة هنروح لك المنوفية ونتحرك من المنوفية لاسكندرية لسببين. لأول سبب نجرب ركوب القطر ونجرب الدنيا ومنظر الطبيعة والدنيا دي كلها. وتاني سبب وهو سبب خطير جدا، او سبب كويس يعني، ان من المنوفية لاسكندرية اقرب من القاهرة لاسكندرية. فرق بتاع 100 كيلو تقريبا او 85 كيلو في الحدود دي. ففرق مش يعني مش بطال يعني. تمام. دي اول بند. البند التاني يا شباب والبند الاخير انتوا هتتبسطوا جدا، لان انا هروح يعني هنلف اسكندريه كلها وهنشوف حاجات روعه جدا وهنعمل تجارب ما عملناش قبل كده. تمام. فتابع الفيديو وما تنساش لايك، اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد مع جولات التركي. ويلا بينا نشوف الفيلوج الجايه. طبعا يا جماعه ده تيتو، اخويا تمام. لايك يا تيتو يا جماعه. قول لهم اعملوا لايك يا تيتو. اعملوا لايك لفؤاد يا جدعان. ده مصطفى، تابعوه على قناته يا جماعه، قناته على اليوتيوب. ماشي طبعا احنا اهو. ايه؟ ماشي يا حبيبي. وفجأة يا شباب وانا باصص من شباك القطر خطفني المنظر ده. شمس بتغرب وزرع وخضرة وشجر وناس بتزرع وحاجة جميلة جدا. يعني خطفني المنظر ده بجد يا جماعة. احنا ملهيين في زحمة القاهرة وزحمة الناس والشوارع. يعني منظر زي ده بصراحة ردلي الروح تاني. ريحة الطبيعة جميلة قوي يا جماعة. اللي جرب ريحة الطبيعة دي وجربها يكتب لي في الكومنتات. شايفين المنظر؟ بجد الرحلة انا بالنسبة لي هتكون رحلة مميزة جدا، لان انا مسافر من القاهرة للمنوفية ومن المنوفية لاسكندرية. حبيت اجرب الفكرة ديت واشوف المدة هتقعد قد ايه، واشوف فعلا هي السفرية هتبقى شكلها احسن ولا انا بفنن من الاخر ان انا اروح من القاهرة للمنوفية. تمام. بصوا طبعا شكل جمال الطبيعة عامل ازاي بجد. يا ترى يا شباب اللي جاي في اسكندرية هيبقى احلى ولا هنبقى وقفنا لحد هنا؟ بس اكيد ان التجربة طول ما هي مستمرة طول ما هي هتكون احسن واقوى. طبعا هم هنا عاملين يصوروا مستغربين من شكل الطبيعة. طبعا بص مستوى بيبص ازاي. ده تيتو طبعا. دوس لايك وشير. طبعا يا شباب بعد ما وصلنا عند عبد الله
وخدنا العربية وركبنا ومشينا. وبعد ما كنا وحضرنا حاجتنا وكل حاجة تمام. طبعا احنا دلوقتي مسافرين وعاملين طبعا بنهيص وكده فاهمين، بس ويلا مكملين. بس يا شباب وصلنا وخدنا ساعتين في الطريق كان سلس جدا وجميل ومفيش اي حاجة حصلت الحمد لله ووصلنا. ويلا اخويا عبد الله يا جماعه، اخويا فؤاد يا جدع. احنا لو وريناك السنة. ايوه يا حبيبي، اسكندرية. اخويا السيكا، اخويا استني كوبري ايه ده يا سيكا؟ استني واحد بس. كوبري ستانلي يا جماعه، بعد سفر ومجهود وتعب وطلع عينينا في السفر. ايه؟ يلا انا جعان يلا جوعت وانا يلا عايز تركب قدام اركب. لا ايه واتي coming back to me. My heart is hung up on what used to be. Time moves on and then one day ancient history. Give me just a little bit of time back, baby. Can't you see? Couldn't we just go rewind back, baby? You and me. What a shame. I think of all the years gone by, all the yesterdays for you and I. It was a flame back then, but oh my, something set ablaze when we said goodbye. Give me just a little bit of time back, baby. Can't you see? Couldn't we just go rewind that ancient history? Ancient history. Ancient history. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. Why, baby?
feel it? Did you ever feel it? You said you felt it. You were in it. We both lived it. You got me wrong and I got you wrong. اسكندريه بتمثل. Baby, baby, you got me wrong and I got you wrong. You got to see. You got me wrong and I got you wrong. Did you feel it? Did you really feel it? You said you felt it. You were in it. Why, baby? مساء الخير يا شباب او صباح الخير على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوني فيه. طبعا رحلتنا بتكمل اهي بالمنظر ده، ودي اسكندريه بالتفاصيل المميزه دي. طبعا اللي هناك دي اكوا بارك، تمام، صغيره شويه. شكل المايه حلو قوي وملفت، حلو قوي وملفت شكل المايه يا جماعه. بصوا كده. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. Did you pause for a minute? Did you even feel it? Yeah, you felt it. For a minute. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. It was in the air. It was a smile. I was humming. You were whispering something. Did you feel it? Did you ever feel it? You said you felt it. You were in it. We both lived it. You got me wrong and I got you wrong. Got you wrong, baby, baby. You got me wrong and I got you wrong. You got to see. You got me wrong and I got you wrong. Did you feel it? Did you really feel it? You said you felt it. You were in it. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. You got me wrong and I got you wrong. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. Baby. Baby, please listen to me. Please listen to me.
on what used to be. Time moves on and then one day ancient history. Give me just a little bit of time back, baby. Can't you see? يا جماعه صاحبنا عبد الله بيمسك كابوريايه. جريت يا اسطى، جريت يا اسطى، ما هي تحت ايدك اهي. جريت. لا داخل جوه جريت والله. هنشوف حاجه غيرها اهي. استنى بس انا عايز اعرف هو اللي بيتحرك ده. لسه مرايه تروح تركن العربيه ونقعد هنا. الله يا اسطى. على الشجره بص. فين؟ كم واحد على الشجره؟ ايوه دي تعرف تمسكها ده عبد الله. مش هعرف يا ابني، اول ما تقرب اول ما ايدك تلمس الماء بيجري. بص اللي على الحيطه دي. بص اهي. ايوه ما انا بقول لك دي تعرف تمسكها. حاول استنى يا تطلع له. ده كتير تحت. حاول يا عبد الله نمسك واحده. انا والله لو مسكتها راح ارميها في عين بقى. بتعور دي. احنا نزلنا الميه ايه؟ المايه يا اسطى ما جوه. انا عايز اعرف ايه الصغير ده. نوع من انواع حيوانات. بص فين؟ فين هي؟ في الركنيه اللي جايه في وشك دي، بس ما تتحركش جنبها. ماشي ايوه تعرف تمسكها دي. يا جماعه عايزين خشبه مش هتلاقي هنا. في كيس هناك اهو. كيس ايه؟ انا عايز خشبه عشان اطلعها بيها بره. في طبق فل اهو. يا جماعه احنا عايزين نمسك الكابوريايه عشان مش عارف عايزين نمسكها ليه، بس عايزين نمسكها. هنحاول نمسكها اهي. دخلت تجري يا اسطى. بتبقى شايفانا؟ هي بتحس بالحركه صح كده ازاي؟ عايزين واسطة بعرف انت اطلع عندها. بيقول لك ايه بقى؟ ازقز كابوريا. عادي. اسكندرية تحفة وكل تفصيلة فيها ليها معنى حرفي كبير. اسكندرية يا جماعة بجد جميلة، واللي مزارش اسكندرية فايته كتير قوي قوي قوي. دلوقتي بعد ما خلصنا كل حاجة وكلنا وشربنا ورحنا على البحر وعملنا كل حاجة، قلنا يلا بينا نروح على قلعة اسكندرية. هنروح نشوف القلعة يا شباب ونشوف الدنيا عاملة ازاي جوه، ونشوف هل فعلا تستحق ان في ناس بتيجي من محافظات كتير عشان تزور القلعة ولا لا. طبعا ده اسعار الجراج بتاع العربيات تمام بالشكل ده اهو. ويلا بينا نشوف القلعة. يا جماعة احنا داخلين القلعة وهي طلبت في دماغنا كده ندخلها، صح يا تيتو؟ صح يا باشا. قول لهم يا تيتو دوسوا لايك للفيديو. دوسوا لايك واعملوا شير. تيتو يا جماعة اخويا الصدوق، عشرة 45 سنة. علقوا لنا عشان احنا هنستنى تعليقكم. بالظبط. كبسوا كبسوا يا جماعة. ما ينفعش تكبيس كده. ابعت فيه يا ابو نواف، ابعت فيه يا ابو نواف. اخواتي يا جماعة واستنوا تجربة القلعة. لما نبسط القلعة لما نبسط قلعة اسكندرية. ايه يا جماعة. بعد يا شباب ما دخلنا قلعة اسكندرية ولقينا ان هي قافلة عشان فيها صيانة تقريبا، قلنا خلاص يعني مش هندخل على الفاضي، احنا هنأجر مركب ونلف حوالين القلعة ونشوف الدنيا ماشية ازاي. Why, baby, why? I just wanna know. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know.
a minute. Did you even feel it? Yeah, you felt it. For a minute. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. It was in the air. It was a smile. I was humming. You were whispering something. Did you feel it? Did you ever feel it? You said you felt it. You were in it. We both lived it. You got me wrong and I got you wrong. I got you wrong, baby, baby. You got me wrong and I got you wrong. You got to see. You got me wrong and I got you wrong. Did you feel it? Did you really feel it? You said you felt it. You were in it. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. You got me wrong and I got you wrong. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. Baby. Baby, please listen to me. Please listen to me. بجد الأجواء كانت تحفة. يلا نكمل يلا نكمل. Coming back to me, my heart is hung up on what used to be. Time moves on and then one day ancient history. طبعا هنا قلنا نعمل حتة على الرايق كده. Time back, baby, can't you see? Couldn't we just go rewind back, baby? You and me, what a shame. I think of all the years gone by, all the yesterday. يا مصطفى السيكا يا جماعة. عاملين في رحلة اسكندرية وتابعونا على قناة جولات الترك. جولات الترك. موسم هارد. موسم هارد. لا جولات الترك بس، محدش يخش على موسم هارد. ليه؟ بص يا اخواتي، شايفين الوش حمام الملك ده على اكتر من 40 متر. في تماثيل رومانيه تبع القلعه موجوده لغايه دلوقتي. هناك متر. هناك؟ الحته اللي في السلم اللي بينزلوا له في العمود الاخضر اللي في الوش هناك ده الفنار. في البن اللي بعديه ده المنار، ده مدخل المينا الشرقي. مدخل مينا الشرقي اللي هو بره مصر، كان بيجي من سفن بتيجي بره مصر. لا بتيجي على الدخيله هنا بتاعت الثروه السمكيه. صور الراجل عشان هنزلك على اليوتيوب عادي. طب بقول لك ايه، انا الناس اللي جايه دي عايز نظبط معاها الدنيا ونروق عليك، بس الناس الثانيه اللي جايه دي يعني هنا يعملوا مشاهد وكده، فبصير الدنيا من ابو كنزي. برضه هو اللي كان بيتفق معانا. هي دي مركبه وش هو الرقم هو اللي كان بيتفق معانا صح؟ اللي عايز يا جماعة يجي اسكندرية لأبو كنزي الرقم اهو.
بس ظبطهم عن كده يعني. وانا بص الناس الجايه دي يعني شغل قبل ما يجوا يكون البحر المفتوح اتفتح، نطلعوا يوم بحر مفتوح. والله ماشي بقى تمام. يا ريت العتاولة اللي قلت عليها، انت بتاعت العتاولة؟ لا العتاولة الممشى اللي في الوش ده هيبقى كافيهات ومطاعم، وده اللي اتصور عليه مسلسل عتاولة. هو هنا تاني اصلا شفتهم هم بيمثلوا. لا لا كانوا بيعملوا لي اجتماعات هنا عند انتوا كلها عليك زي ما قلت لك مع الناس الجايه دي، وانا خليهم بص يظبطوا لك الدنيا. الناس دي اصلا اسمك ايه يا غالي؟ حبيبي يا غالي. حبيبي يلا. هتعمل مشاهد برضه هنا يوتيوبرز وكده، والناس عندها هو بص كده هيطلعوا بحر مفتوح مع المنظر بره، مع المنظر هيمشوا، ممكن ما يصوروش مشاهد. يعني طب متاكد انت ان البحر اتفتح؟ لا هو بس هو بيتفتح في اي وقت، بس هو فاكر حرس الحدود موقفينه عشان المراكب اللي داخله، عشان المراكب اللي هناك دي تقريبا ده بالانسي بيطلع على الحدود عند ليبيا، يقعد بالثلاث اربع ايام يصطاد، يجيب السمك ويرجع بيه زي ماشي. هو سهل يعني ممكن لو مثلا ساعه كده يكون البحر فتح. هنا بقى قلت اعمل حتة على الرايق كده عشان لما اجي اقول لحد ان انا سوقت المركب يبقى كلامي صح. فهو هنا يحيى بيعلمني أدي في يمين وأدي في شمال. الموضوع سهل مش صعب، بس محتاج ان انت دراعك يبقى خفيف شوية عن كده. انا مش عارف كان في ولا مالي، بس حبيت ان انا يعني اركز شوية، فاهم؟ يعني بيقولك تأديفة يمين تمشي شمال، تأديفة شمال تمشي يمين، فاهمين؟ اهو بص يحيى طبعا الراجل المحترم. ده هتلاقيه عند ابو كنزي، لما تروحوا ان شاء الله يبقوا قولوا له ان انتوا جايين من طرفي، وهيعمل معاكم فوق الصح. تمام. بص هو هنا بيقول لي خش حتة يمين واسحب واطلع وانزل نص على الماء ونص على الهواء. تمام. هنا انا بحاول افهم منه، بس بص نص على الماء ونص على الهواء. طبعا عبد الله حب يعمل حتة على الرايق اهو، هوريه لكم اهو. عبد الله يا جماعه بيجرب المركب اهو بيجهز المركب عبد الله انت عرفت تسوق كويس؟ عيب عليك عيب عليك يا اخويا. بيطمن على المركب عشان جروب العدلي ان شاء الله ينورونا هنا دلوقتي، وهنعمل هيظبطوا الدنيا. انفع انت روحنا بقى عشان طلع الراجل ده في الفيديو. معلم يحيى محترم. رقم كده ده هي وكده. لا تصور بقى الرقم ده. ماشي. ابو كنزي. ابو كنزي يا جماعه. كمل اللفه يمين ولا شمال؟ ما اعرفش انت رايح فين. انت هي لفت اديها لي بقى. انت راجع تاني كده. انت كنت ماشي كويس، الناس دي حساسيه كويس. هي لفت. علي عبد الله علي نفسي. المراكب بقى اللي هناك دي بتفضي فين بقى؟ تظبطهم ولا خليهم يظبطوا لك الدنيا وبصيلة كده، يعني الناس تبقى تشوفهم عشان هم في وشنا وكده. احنا جايين مخصوص. انت طالع مرضي ولا مش مرضي؟ والله مرضيين ان انت بغض النظر ان انت وشك الباشا. والله انا متاكد ان انت هتظبط معاهم الدنيا. كده لازم اي زبون ينزل، لازم يطلع النظر، لان ما تلاقيش المرضى يطلع بره هيمم. فاهم قصدي؟ وعلى ايه بقى بتمثل الناس؟ ربنا يرزقك يا اخويا. ايوه انا بقولها في كوكولا. انا بقولها في كوكولا. ايوه انا مكتوب على المركب. طبعا يا شباب ده منظر قلعة اسكندرية بالشكل ده. طبعا هو من بره بيبقى احسن ما تدخل جوه وتقعد تتمشى. لا ان انت تاخد مركب وتلف حوالينا كده من بره ده بيبقى احسن، ده بالنسبة لي. لكن انت بالنسبة لك انا مش عارف، ممكن تحب ان انت تدخل جوه وتستكشف احسن. الله اعلم، على حسب. طبعا ده شكل المنظر حوالينا اهو. مكان جميل جدا جدا وراحة نفسية جدا. وان انت تيجي اسكندرية في الشهر اللي انا جيت فيه ده احسن بصراحة، يعني الدنيا هتكون اروق. Why baby why
Why, baby, why? I just wanna know. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? بوري والله صح. ايوه يا جماعه في سمك بوري هنا اهو. يا مسهل جاب التليفون ابو ايه ابو كنزي. انا صورته ده يا جماعه ابو كنزي. ده ابو كنزي في اسكندريه. تمام. قول لهم مكان هنا في القلعه. في القلعه هنا زوروا الفنار المناره. الجروب العدلي هيتظبط هنا. ابو كنز هيظبط الدنيا معاه. احلى كلام على احلى شباب. 012 71 46 9 36. تمام. ابو كنزي معاك. ابو كنزي يعمل احسن واجب مع اي حد هيجي من قلنا اللي احنا عايزين رقمك، قال لا صوروا ابو رقم ابو كنزي ربنا يبارك لك. حبيبي طيبين ومكاسب يا عبد الله. ربنا يبارك لك. طبعا بعد ما اتبسطنا خلاص جبنا اخرنا، لان احنا قعدنا يومين جمال. يلا نسافر الى مسافرين القاهرة يا جماعة. مسافرين القاهرة. مسافرين القاهرة. احنا مسافرين القاهرة. مسافرين القاهرة. مسافرين القاهرة. مسافرين القاهرة. Well, my mind keeps drifting into memories. Something long gone keeps on coming back to me. My heart is hung up on what used to be. Time moves on and then one day ancient history. Give me just a little bit of time back, baby. Can't you see? Couldn't we just go rewind back, baby? You and me. What a shame. I think of all the years gone by, all the yesterdays. For you and I, it was a flame back then. But oh my, something set ablaze when we said goodbye. Give me just a little bit of time back, baby. Can't you see? Couldn't we just go rewind that ancient history? Oh, ancient history. Oh, ancient history.
شباب المغامرة اللي احنا شفناها في فيديو النهاردة. انا هتكلم في نقط كتيرة قوي، فلو انت كملت معايا الفيديو لحد دلوقتي وشفت الفلوجاية واكتفيت بيها وعجبتك وخلاص هتطلع من الفيديو، احب اقولك لو عايز تطلع مفيش مشكلة، بس انا هقول كلام هيفيدك كتير قوي بغض النظر عن الضحك والهزار اللي احنا هزرناه، بغض النظر عن الفلوجاية الروعة اللي احنا عملناها. في كلام كتير قوي يا شباب انا هقوله او هتكلم فيه عن السفرية، وعن لو انت بجد بتحب تسافر او غاوي تسافر تروح فين، الكلام ده كله. تمام. اول نقطة، تمام، ما تبخلش عليا باللايك، كومنت اكتب لي انت استفدت ايه، او اكتر محافظة رحتها او اكتر بلد سافرتها بره بلدك وعجبتك. اكتب لي، قول لي حاجة مميزة شفتها في فيديو النهاردة، حاجة بجد عجبتك. يا ريت يعني ان انت ما تبخلش عليا باي حاجة، لان انا بجد تعبت قوي عشان اعمل لك الفلوجايه دي. انا عايز اقول لك ان احنا يعني هتصدق لو قلت لك ان احنا التجربة النهاردة التجربة الايام اللي فاتت كانت روعة لدرجة ان انا نفسي بجد اليوم ده يتعاد تاني. ماشي. بصوا يا شباب، اول نقط هتكلم فيها في فيديو النهارده وهي اسكندريه احسن حاجه تروحها مواصلات ولا بعربيه. مفيش اي خروجه او اي سفريه بره تروحها مواصلات وهتتبسط فيها. ما ينفعش تتبسط في سفريه وانت رايحها مواصلات. صدقني في اماكن كتيره قوي 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 الواحد بيحب ان هو يزورها ويروحها، بس ما بيعرفش ان هو يزورها عشان ما بيبقاش معاه عربيه. فالعربيه هي رجلك في اي سفريه انت هتسافر فيها. ماشي، ده اول بند. البند اللي بعد كده يا شباب هو البند الاهم. اسكندريه حلوه، اسكندريه جميله، بس اسكندريه كصيف رايحه في عز الصيف مش وحشه ولا حلوه، بس هي زحمه زياده عن اللزوم، اوفر قوي، لان كل ما هو موجود على الكوكب بيسافر اسكندريه في الصيف. فاهمني؟ مفيش ناس بتروح مطروح، بتروح الساحل، بتروح شرم، بتروح اكتريه الناس بتسافر المناطق اللي هي قريبه منها. هتقول لي سؤال ذكي، هتقول لي طب ما العين السخنه قريبه من القاهره، قريبه من الفيوم، قريبه من محافظات كتير، طب ليه ما بيسافروش؟ هقول لك عشان العين السخنه ميه بس، هما بيروحوا اسكندريه عشان ميه، خروجات، سهر، اكل، كل حاجه في الدنيا. تمام. بعد كده الحاجه برضو المهمه اللي احنا عايزين نتكلم فيها، ان انت عشان يعني ما تيأسش او ما تتضايقش، حاول على قد ما تقدر ان انت ما حدش يشتغلك في اي حته. هم الاسكندرانيين ما بيشتغلوش حد، بس انا بكلمك في اي حته بقى بعيد عن سفريه اسكندريه. في اي حته يا شباب ما تحاولش ان انت يعني ايه تدي زياده عن اللزوم. خليك فاهم، خليك مش 24 ساعه تضحك، مش عارف، فاهم؟ خلي اللي قدامك يحس ان انت فاهم، ومش هيعرف يستغلك. فاهمني؟ بس هتقول لي اني احسن حته في اسكندريه. انا عن نفسي يعني انا رحت لفيت اسكندريه كلها، بس شايف بصراحه ان احسن حته في اسكندريه هي ميامي خالد ابن الوليد. سوري معلش، تعبان ما نمتش كويس برضو بس ايه، اعذروني. المهم خالد ابن الوليد، تمام. ميامي يا شباب او خالد ابن الوليد، هما الاثنين واحد. جميله جدا، هاديه ومش هاديه، حاجه روعه بصراحه. وفي حته اسمها عند القلعه، لو انت شفت الفيديو للاخر هتلاقي في نص الفيديو كده انا رحت زرت القلعه. وطبعا يعني ما عرفتش ان انا ادخل القلعه، هو بصراحه لسببين. اول سبب ان في يعني كان في صيانه فوق على فوق القلعه خالص، فانا طبعا كنت رايح القلعه عشان اطلع من فوق عشان اصور فيو البحر كله واخد سيلفي كده اوريكم التجربه. بس لما رحت هناك قال لك في صيانه فوق ومش هينفع ان انت تطلع، ممنوع، انت اخرك ان انت هتبقى في القلعه من تحت. طب ما انا رحت القلعه من تحت قبل كده بس ما عملتش فيديو. الموضوع عباره عن انت بتخش زي ممر كده، وبعد ما بتخش الممر بتلاقي البحر في وشك عامل زي باب كده، والبحر في وشك بس، وتقعد عامل كده.
والمتعه كلها فوق اصلا، فاهم حاجه؟ فقلت خلاص انا ملاش لازمه، هركب مركب انا واصدقائي وهنلف حوالين القلعه ونشوفها من حواليها، ونشوف التماثيل اللي هناك ونشوف الكلام ده كله. بصراحة التجربة كانت أحسن مني أنا لو دخلت القلعة وطلعت فوق، تخيل. التجربة كانت روعة وحبيتها جدا 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 جدا، وما فيش مشكلة واستمتعنا بالرحلة. طبعا كلنا ايه، انا معرفتش اجيب لكم الاكل عشان انا وانا باكل بغض النظر ان انا معرفتش اصور، او انا طبعا عادي انا ممكن اصور بس يعني ولا نسيت بس اللي هو ايه انا عامل ريفيو او فيو او فلوج عن اسكندرية. هتقولي طب ليه ما وريتناش الاكل هناك؟ اقول لك هي جت كده، شويه بقى تفاصيل كده مش هنتكلم فيهم، بس هي جت كده. تمام. الحاجه اللي بعد كده يا شباب وهي الحاجه المهمه، تمام، كده الكاميرا بصور ماسك الموبايل، المهم وهي حاجه مهمه جدا يا شباب، وهي ان انا احسن شقه تاخدها على البحر ولا جوه البلد في اسكندريه نفسها؟ بص، هي دي ليها مميزات ودي ليها مميزات ودي ليها عيوب ودي ليها عيوب. مميزات الشقه على البحر ان انت بتفتح في اي وقت، تفتح كده تمام البلكونه او الشباك او الروف او اي مكان انت فيه، تبص كده تلاقي البحر، تلاقي البحر، فاهم حاجه؟ تلاقي البحر حواليك، وتصحى الفجر تلاقي الشروق وتلاقي يعني بص بتشوف مناظر روعه وبتصور احسن صور وممكن تعمل احسن فيديوهات هناك. تمام. عيبها ان بتبقى غاليه، تبقى شقق البحر اغلى من شقق مطروح. تخيل مطروح اللي هي الجامده قوي في الميه في مصر كلها، احسن مصيف نزلته في مصر كلها هي مرسى مطروح. ميه مرسى مطروح، ولا تقول لي بحر احمر ولا بحر ازرق، مرسى مطروح تمام، ولا تقول لي ساحل ولا تقول لي الكلام ده كله، مرسى مطروح. مرسى مطروح اللي فيها تفاصيل روعه جدا، وعامل لكم فيديو قريب جدا على مرسى مطروح اللي فيها تفاصيل روعه جدا. انا لما دخلت او رحت اسكندريه لقيت ان الشقق هناك اغلى من شقق مرسى مطروح، مع ان مرسى مطروح احسن، بس هما هنا بيغلوا في اسكندريه عشان اسكندريه بتتميز عن مرسى مطروح في خروجاتها، فاهم حاجه؟ بس الحاجه اللي بعد كده يا شباب ودي حاجه مهمه جدا، ان الشقق جوه البلد احسن ولا اوحش؟ هي اوحش ان هي بعيد عن البحر، احسن ان هي بتبقى رخيصه ما بتبقاش غاليه، فاهم حاجه؟ بس فانا اديتك الطريقتين، واكيد في ناس كتير قوي اكيد هتبقى عارفه النقطه دي، او اللي مش عارف النقطه دي هتيجي في دماغه ان اكيد الشقه قدام البحر بتبقى اغلى من انك انت تقعد في البلد نفسها. بس في مكان او اماكن كتير قدام البحر بتكون رخيصه، بس الكلام ده بيبقى في اسكندريه بعيد قوي، بعيد عن الناس، تحس ان انت في الصحراء، فبتبقى برضو ملهاش لازمه خالص. بتبقى لها لازمه لو انت معاك اكلك وشربك وجاي عشان ميه بس، طبعا مفيش حد بيروح عشان ميه بس، اكيد هتزهق. تمام. الحاجه اللي بعد كده يا شباب، انا ما اروحش اسكندريه بقالي قد ايه؟ انا ما اروحش اسكندريه يا شباب من 2016، ف بقالي 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 بقالي 11 12 سنه ما روحتش اسكندريه يعني. عايز اقول لك ان هي هتبقى ايه يعني، كانت تجربه جامده قوي بالنسبه لي. ايه تاني؟ ما تحاولوش يا شباب ان انتوا تقعدوا في البيت كتير، سافروا غيروا جو. احنا عاملين القناه ده عشان القناه ديت عشان في ناس كتير قوي تستمتع بالفلوجات والرحلات اللي احنا بنقضيها. طبعا انا بالنسبه لي كانت رحله المركب هي ما كانتش احسن حاجه، لان انا ركبت احسن منها، بس احنا هو ما كانش مركب، هو كان زي يخت كده صغير، شويه مزيكا حلوه والدنيا كانت لذيذه جدا. فانا بصراحه برضو كانت تجربه روعه جدا، تجربه مميزه جدا ومش ممله. تمام. بالنسبه للاكل انا اكلت ايه؟ انا اكلت سمك اسمه اللهم ذكرني اسمه البربوري، لا مش البربوني. السمك ده لونه احمر، السمك ده انا ما شفتوش غير في اسكندريه، هو موجود في القاهره بس غالي ونادر جدا لما تلاقيه، ومش هتلاقيه بنفس الكواليتي الطعم اللي هتلاقيه في السمكه بتاعت اسكندريه اللي لسه طالعه من البحر وبيقول لك خد في بقك كل، فاهم حاجه؟ بس ايه تاني؟ اكلت طبعا الجمبري اساس، طبعا اي سفريه بحر بناكل جمبري. السبيد ما اكلتوش، ما كانش ليا مزاج ان انا اكله. طبعا الرز الاسكندراني
بغنى عنه. الفطار طبعا الفلافل، الكبده الاسكندرانيه، الكلام ده كله. طبعا ما فطرتش كبده اسكندرانيه، انا بقول لك يعني اللي انا اكلته. الفول بالزيت الحار هناك روعه، ولا تقول لي القاهره ولا تقول لي بورسعيد. الفول بالزيت الحار في اسكندريه كان روعه جدا يا شباب. وكان برضو في السويس، لما سافرت السويس قبل كده كان حلو برضو الفول بالزيت الحار هناك. ان شاء الله اعمل لكم فلوجات عن السويس والعين السخنه قريب جدا. ايه تاني ممكن نتكلم فيه في فيديو النهارده، عشان لسه في كلام كتير قوي انا عايز اتكلم فيه. ان احنا شباب، يعني ايه، تعالى بس من الكاميرا. ان احنا شباب نحاول على قد ما نقدر ان احنا نسافر، نغير جو. تغيير الجو يا شباب في اي حتة انت ممكن تسافرها هو بيكون حاجة جميلة جدا. لاني انا عن نفسي استمتعت جدا، اتبسطت طبعا بغض النظر عن اي حاجة في الدنيا حصلت. طبعا اللي كانوا مسافرين معايا كان مصطفى ده ابن خالتي، اللي ما يعرفوش او اللي يعرفه هو ابن خالتي. طبعا عبد الله رجب انا بشكره جدا 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 على اي حاجه هو عملها معانا، وعلى التعب اللي كان فيه معانا، وعلى سواقته. وكنت دايما بقول له عبد الله طب ابدل معاك في الطريق. هو بصراحه كان بيقول لي لا يا عم مش عايز اتعبك وكده. فهو بصراحه يعني مسك الرحله من اولها لاخرها. طبعا مش هنساك توتي حبيب قلبي. يعني تعبناك معانا برضو، ورحت جبت لنا الاكل. تمام. طبعا لما رحت جبت الاكل نسيت المعلقه. تمام. ها الموضوع كان مش بطال ومش وحش. الموضوع يا شباب كان مجرد ان احنا بنحاول ان احنا نبين السفرية دي للناس، عشان خاطر اللي مش عاجبه اسكندرية بيدخل يعمل سيرش عليها على اليوتيوب او على اي حاجة، وبيشوف هل هي فعلا تستحق ان هو ان انت تسافر عشانها ولا ما تستحقش. بس طبعا في فلوجات ان شاء الله نازله قريب، خليها مفاجاه. القناه ديت يا شباب طبعا يعني انا شايف ان هي قناه كان حلم حياتي ان انا اعمل قناه فلوجات من زمان قوي. كنت دايما بقعد اقول لمصطفى ابن خالتي يا مصطفى عايزين نعمل قناه فلوجات. مش هقول لك ان هو ما كانش بيرضى، بس اللي النصيب ما كانش رايد ان احنا نعمل القناه فلوجات خالص. النصيب ما كانش رايد خالص يا شباب. بس يعني عايزين يا شباب على قد ما نقدر ان احنا ندعم القناه ديت، لان انا بجد لو لقيت دعم كبير قوي في الفيديو ده انا هعمل كل ما اقدر عليه عشان ابسط جمهوري. وحتى لو الدعم ما كانش بنسبة 100% هعمل برضو كل ما بوسعي عشان ابسط جمهوري. بس وانتوا عاملين ايه؟ كانت سفرية روعة جدا صراحة، يعني كانت روعة يعني. عارفين لما روحت هناك يا شباب شميت ريحة الطبيعة ولا كأني سافرت سويسرا بصراحة. مش في اسكندرية، في الطريق اللي هو ما بين القاهرة للمنوفية. كنت ساعتها أول مرة أروح المنوفية بصراحة. وانا ما لفتش في المنوفيه اصلا، يعني انا نزلت من القطر رحت لعبد الله رجب صاحبي، ركبنا العربيه اكلنا وركبنا العربيه الله يبارك له، وودينا على طول على اسكندريه. ما خدناش وقت كتير، ف الموضوع ما كانش معقد. وحتى السفر وانا جاي ما عرفتش كده اصلا ان انا انام في اسكندريه، ما عرفتش خالص، لان انا كشخصي ما بعرفش انام غير في بيتي على سريري على مخدتي فما بعرفش انام في اي حته. مش عارف، هو انا
انا عارف ان دي حاجه صعبه قوي بتمر عليا لما باجي اصور فلوجايه وببات بره البيت، او بتمر عليا لما باجي اسافر لوحدي، بتمر عليا لما ببقى يعني لما ببقى كده مثلا اللي هو مش عارف ان انا انام في اي حته بره. جبرت ان انا مثلا اروح يعني اقعد عند قرايبي، عند اي حاجه حاله وفاه حصلت فبضطر ان انا اسافر ابات هناك. حاجات كتيره بتحصل، ما بعرفش انام خالص. فانا ما نمتش في اسكندريه اليومين يا شباب، قسما بالله انا ما نمت اليومين لاجل الحلفان، لاجل الحلفان. انا كمان ما بعرفش انام في الطريق، بس انا مش عارف ايه اللي حصل، ريحت نص ساعه في الطريق بس. يا ريتني نمت كنت 72 ساعه صاحي. انتوا فاهمين؟ الحمد لله. 72 كانوا 3 ايام. انا ممكن كنت اطبق يعني تقريبا انا مطبق اكتر من يومين اصلا، عشان كده بقول لك 72 ساعه بس. طبعا الاسكندرانيين احييكم احييكم احييكم، عرفتوا تبسطونا، عرفتوا تحققوا لنا كل اللي احنا بنتمناه. طبعا ابو كنزي بغنى عنه، الراجل المحترم الراجل المحترم الراجل المحترم. معرفناش نجيب الوفد الألماني أبو كنزي، تمام. الأجنبي عموما يعني ما حصلش نصيب ساعتها، عشان كان مصطفى عمال يقول هنجيب ومش عارف ايه. معرفناش، كان ساعتها حصل ظرف وسافرنا في نفس سافروا يعني هما في نفس اليوم. وإن شاء الله تتعود يا أبو كنزي. كده رقمك موجود في الفيديو، اللي عايز يا شباب يروح لأبو كنزي يعمل معاه اي حاجه عايز اي حاجه. تقريبا ابو كنزي اكيد متخصص في كل حاجه في اسكندريه، تمام. كده بس. فالموضوع يا شباب روعه. يا اسكندريه يا احسن ناس، يا احسن ناس، يا احلى ناس. طبعا انا بقالي اكتر من قبل العيد ما روحتش التمرين. بتدلع قوي والله. بتدلع جامد الشباب. عارفين احسن حاجه بصراحه انا شفتها كانت هناك ايه؟ ان في شواطئ في اسكندريه حاسس انها هتبقى زي مطروح او بقت زي مطروح. يعني الميه الصافيه انا شفتها هناك. هتقولي طبعا ما نزلش بحر ليه، احنا في شهر يعني حلو، الجو حلو. مش عارف، لما بتطلب معايا بحر بنزل، ما بتطلبش، مع اني بحب الميه جدا ما بحبش انزل. يعني مش شرط عشان شايف البحر فانزل، لا، انا بنزل عشان انا عايز انزل. حتى لو مش شايف البحر ممكن اسافر وادب مشوار عشان انا عايز انزل. انتوا فاهميني؟ بس طبعا الكابوريا اللي شفناها في الفيديو برضو انا مصورتهاش، معرفش ليه في حاجات كتير اوي مصورناهاش. اتلهيت يعني وكده. الكابوريا كانت بعد ما عبد الله دخل عشان يمسكها، عايز انام وعايز اكل. لو عجبكم ساعتها البسين اعمل لكم فيديو مخصص للنادي اللي انا اللي انا رحت فيه. بس ايه رايكم في النضاره دي؟ حلوه. كان لابسها بس عشان عيني وجعني، عشان عايز انام، عشان لو ما لبستهاش هنام دلوقتي، مع اني نام كتير بس مش عارف، عايز انام تاني. عايز انام تاني وتالت ورابع. بص يا شباب الطبيعة عندي عاملة ازاي. لحظة، دي طبيعة القاهرة بقى. انا النهارده يا شباب في حاجه كده عايز اعملها. هدخل اخد شاور وهلبس واصلي عشان ما صليتش، وبعد كده هنزل اروح
هروح فين؟ هروح ممشى اهل مصر. هندخل سيفن ايه، مش بقول لك عايز انام. هندخل فيلم بس مش عايز اقول ايه هو، ممكن اقول عادي. هندخل فيلم 7 دوجز، تمام، بتاع النجم احمد عز وكريم عبد العزيز. هنخشه انا والاستاذ زيكا ابن خالتي اللي هو مصطفى. بس يا شباب، كانت سفرية جميلة جدا. حسيت بيها بحاجات كتير. حسيت ان انا ارتحت نفسيا، حسيت ان انا اتبسطت، حسيت بكل حاجة بصراحة. يا رب. بقول لكم يا شباب، ايه رايكم في الحلاقه بتاعتي؟ بصوا تدريج هذا شويه ثلاثة. تمام. طبعا ده شعر، وانا كده شعر نازل كده. تمام اهو. تمام. ايه رايكم؟ اهو من هنا. انا عندي قناه على اليوتيوب اللي هي جولات التركي اللي انا بنزل فيها الفيديو. القناه ديت فيها حاجه كده بس ما فيهاش تفاعل خالص، فيا ريت يعني يبقى في تفاعل في الفيديو ده. يا ريت يعني، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. طبعا لو حد شافني من الشباك او من البلكونه وقال ايه اللي هو بيعمله بقاله شويه ده، مش هيصدق ان انا بعمل فيديو، هيقول ان انا عبيط. ممكن، مش عارف. بس اللمبة دي شغالة من رمضان اللي قبل اللي فات، مش عايزة تفصل، وادوس على الكهرباء وافصلها مش عايزة تفصل. طب اقفل الكبس العمومي للشقة كله مش عايزة تفصل. تحس انها ملبوسة ولا فيها حاجة، رحت سبتها زي ما هي. حسيت ان هي واصلة بكهرباء شقة تانية، يعني الحتة دي واصلة بكهرباء شقة تانية، مع اني كانت بتفصل بس ما بقتش عايز تفصل. ليه؟ معرفش. حد عنده معلومة؟ يعني ثواني كده نعمل واحد داون شوت. بصوا مش عايز تفصل، يعني بصوا هي كده على طول. بصوا عمالة تلف 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 ومش عايز تفصل خالص. اهي مش عايز تفصل نهائي. يعني ريت عايز تفصل وخلاص، لا هي مش عايز تفصل. ماشي، ما تفصليش يا حبيبي، ما تفصليش، خليها ما تفصلش عادي. طبعا عندي هنا يعني مثلا الطريق، انا قاعد على الطريق بره اهو. تمام. فين اهو، فين اهو صباعي اهو، الطريق اهو. تمام. قاعد على الطريق بره. تمام. طبعا مش هقول لكم دي شقتي ولا لا عشان محدش يجي ممكن يتصور معاك، ممكن، مش عارف الحركات بتاعتكم دي. طبعا دي السما اهي، السما صافية وانا صافي برضه من جوايا. طبعا ده التيشيرت بتاعي، ده تيشيرت النوم. تمام. يعني لسه عايز اخش اغير واخد شاور واصلي والعب بلاي ستيشن مع ولاد خالتي. بعمل لكم فيديو شباب تجربه كده عن بلاي ستيشن مع ولاد خالتي، هتعجبكم جدا جدا فوق ما انتم متخيلين. يا اسكندريه يا احلى ناس، مش عارف بيقولوا يا احلى ناس ولا يا احسن ناس، مش فاكر. ماشي. يا اسكندريه يا احسن ناس، يا احسن ناس، يا احسن. معلش يا ام. يا اسكندريه يا احلى لا احسن ناس. يا اسكندريه يا احسن ناس، يا احسن ناس، يا احسن ناس، يا شط البدع، يا شط الرمال. مش حافظها خالص. انا هنخترع اغنيه دلوقتي مع بعض. يلا 1 2 3. يا اسكندريه يا احلى ناس،
يا احلى ناس. لا 1 2 3. يا اسكندرية يا احسن ناس، يا احسن ناس، يا احسن ناس، يا شط البدع، يا رمل البحر، يا كابوريتي. لا انا هخترع الاغنية على حسب الجو اللي انا كنت فيه. جولات 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 التركي عملت لينا فلوجاية روعاية. جولات التركي عملت لينا فلوجاية روعاية. ومشينا من القاهرة ونزلنا محطة مصر، وللأسف ما صورتش المحطة عشان أكيد ممنوع، لأن احنا مش هنعمل زي فيلم محطة مصر. ونزلت المحطة قابلت الزيكا وتوتي وخدنا بعضينا وحجزنا تذاكر القطر وركبنا القطر، بس ما كانش في اي بي. طب ليه ما كانش في اي بي؟ لان قطورة المنوفية ما بتبقاش في اي بي، مش عاملة زي قطورة مرسى مطروح واسكندرية وسوهاج والغردقة. في قطورة الغردقة في قطورة مش عارف. يلا نكمل وكده. وبعد ما ركبنا القطر رحنا عملنا تركاية، كنا قاعدين جنب الشباكاية وشوفنا الزرعة وشوفنا الطبيعة وشوفنا الشمس. وبعد كده نزلنا في أرض المنوفية المحافظة الجميلة. بعد كده خدنا عبد الله في ايدينا بعربيته القمراية اللي ودتنا بالسلامة وجابتنا بالسلامة ولففتنا بالسلامة ونمنا هما بالسلامة. وبعد كده يا شباب رحنا نازلين اسكندرانية وشوفنا الاسكندرانية ورحنا لفينا شوية. وبعد كده اكلنا ووصلنا في 2 ساعة بالظبط اسكندرية. وبعد كده لفينا. وبعد كده يا شباب رحنا اسكندرية وقعدنا نزغرط وقعدنا نهيص ونشغل مزيكا ولفينا اسكندرية ورحنا على قلعة اسكندرية وما لقيناهاش بيدخلوها عشان كانت فيها صيانة. بعد كده لفينا من ورا ورحنا المركب. بعد كده لفينا اسكندرية. بعد كده طلعنا ورحنا اكلنا سمك، في ناس كانت سمك وناس لا. وبعد كده يا شباب وبعد كده يا شباب وبعد كده يا شباب رحنا عملنا حركة جدع وصايعة قوي ورحنا جبنا وجبة من محل مش فاكر اسمه مطعم مش فاكر اسمه. بعد كده مشينا رحنا واقفين على البحر. بعد كده ما اتخانقناش ابدا في السفرية، بس بعد كده توتي ما كانش عارف ينام وكان حران خالص. بعد كده صعب علينا. بعد كده نزل وقال لنا سايب لكم الشقة ونزل راح ماشي على الكورنيش. بعد كده انت فين يا توتي ورايح فين؟ قال لنا ده انا رايح اتمشى، ما تقولي يا رجاله. قلنا له ماشي يا توتي هنروح نجيب بن ما يتشربش، كان طعمه وحش قوي، مش فاكر اسم المحل بس كان طعمه وحش ودفعنا فلوس كتير عشان نجيب البن وما عرفناش نرجعه وشربنا البنايه. وبعد كده نزلنا رحنا لتوتي، ركب معانا توتي، رحنا ميامي لمحرم، رحنا خالد للتنين، رحنا السوق، رحنا القلعة وقعدنا نمشي على الكورنيش ونقول بيب بيب، وقعدنا نمشي على الكورنيش ونعمل بيب بيب، وقعدنا نمشي على الكورنيش ونعمل بيب بيب ونكلكس. وبعد كده يا شباب
الناس تبص لنا. وانتوا منين؟ احنا من القاهرة. القاهرة اول محافظة في مصر. تحيا سلام للقاهرة، تحيا سلام للإسكندرانية، تحيا سلام لمطروح، عشان دول التلات محافظات اللي أنا بحبهم قوي. محافظتي القاهرة، محافظة اسكندرية، محافظتي التانية مطروح، محافظة الدلع والسفر والبحر والمية الصافية صافية. وأنا كده تعبت وشطبت خالص وجبت إيروير. بس يا جماعة الأغنية دي لو طلعت ترند تقرف. يا شباب أغنية تقرف. أغنية استنوا كده. يا دنيا يا اسكندرانية يا أحلى ناس، يا أحلى ناس تعبتوني. وبعدين يا شباب باي باي اسكندرية، باي باي اسكندرية. طبعا يا شباب في ناس كتير هتقولي انت ليه مطول في الفيديو لحد دلوقتي. هقول لكم عشان انا مش لاقي حاجة اعملها. لا مش هقول كده، عشان انا يا شباب كل ما هتيجي فكرة في دماغي هقولها لك بدل ما اروح اعمل فيديو تاني وتالت ورابع. والله يا شباب اقسم بالله انا بحبكم. هزرنا كتير في الفيديو، ضحكنا كتير في الفيديو. انا بحبكم وانتوا جمهور عظيم جدا. طبعا بفضل ربنا عليا ان شاء الله هقوم القناة ديت وهتبقى اكبر جولات التركي في العالم كله وفي الشرق كله. وان شاء الله ربنا كرم هنسافر وهنعمل تجارب برا مصر. وانتظروني في تجربة سفرية برا مصر قريب قوي، بس مش هنقول فين هي السفرية ديت عشان ما ينفعش نقول فين السفرية عشان هي مفاجأة، فاهمين؟ بس واشكرك تاني يا عبد الله رجب، اشكرك تاني يا زيكا على كل اللي انتوا عملتوه معايا، اشكرك تاني يا تيتو على المعلقة اللي انت نسيتها. تمام. وبس. يا اسكندرية يا أحسن ناس، يا أحسن ناس، يا أحسن ناس، يا شط البدع، يا شط الهوى، وتعظيمي سلامي لشط البدع وشط الهوى. يا اسكندرية يا أحسن ناس، يا أحلى أحسن ناس، أحلى من أحلى ناس. يا اسكندرية يا أحسن ناس، يا أحسن ناس، يا أحسن ناس، يا شط البدع، يا شط الهوى، يا شط السهر، يا رمل البدع، يا رمل الهوى، يا رمل السهر، يا رمل السهر. يا شباب طبعا يا جماعة هلبس نضارة عشان ما انامش. طبعا يا جماعة اللي كمل الفيديو لحد النهاية لحد اللحظة دي هقول لك ليه. بص يا شباب، انا الفيديو لحد اللحظة دي انا مشغله وعمال اتكلم في اي حاجة عشان خاطر نقطة معينة بس. في $200 هيطلعوا مني لحد كمل الفيديو للحظة دي، وهي دي المفاجأة والتركية اللي انا قلتها في بداية الفيديو بس ممكن ما تكونش خدت بالك منها. $200 يا شباب هديهم لشخص واحد كمل. لا مش هديهم لشخص واحد عشان الموضوع يبقى اقوى شوية، خليه ل3 اشخاص. $200 يا شباب هيتوزعوا ل3 اشخاص، يعني انا طالع مني $600 ليكم. هيبقوا صعب عليا ان انا اخليها 5 اشخاص، يعني $1000 $600 ليكم.
للشخص اللي كمل معايا الفيديو للحظة دي يا شباب. فعشان اعرف انت كملت معايا الفيديو للحظة دي ولا لا، ولا اقول لك اعمل كذا ولا تروح كذا ولا تبعت لي سكرين ولا انا هعمل حاجة واحدة بس. هقول لك. تمام، شايف الاغنية اللي انا كنت عمال اغنيها؟ قول لي من الدقيقة كام للدقيقة كام، ونهاية الأغنية من الدقيقة كام للدقيقة كام، وتكتب لي الوقت اللي نهيت فيه الأغنية، اللي بدأت فيه الأغنية ونهيت فيه الأغنية. اكتب لي هو كان كام دقيقة، واكتب لي هو من دقيقة رقم كام للدقيقة رقم كام. تمام. وهتاخد لي سكرين لآخر لقطة في الفيديو خالص، آخر لقطة خالص. تمام. أنا بقى ولا أقول لك اعمل وسوي، وهتاخد لي سكرين وانت دايس لايك للفيديو. تمام. هتبعت لي ايه؟ سكرين لاخر الفيديو، سكرين دايس لايك واشتراك. تمام، يعني سكرين كده بالاشتراك وباللايك، كده سكرينين، سكرين لاخر الفيديو، سكرين دايس لايك واشتراك، وسكرين وسكرين التالت اللي هو هتكتب لي فيه الدقايق، انا بدأت الاغنيه من الدقيقه كام للدقيقه كام. طبعا عشان انا غنيت الاغنيه اول مره، يعني انا غنيتها مرتين وفصلت وكملت. لا انا مش عايز اول مره، انا عايز اخر مره انا غنيت فيها الاغنيه اللي لسه نهاها من شويه، كان من الدقيقه كام للدقيقه كام. هتجيب لي الثلاث سكرينات، السكرينين دول اشتراك، سكرين باشتراك ولايك، وسكرين باخر اخر وقت الفيديو انت يعني متفرج عليه للاخر. تمام. السكرين التالت لا هما مش سكرين تالت، هما سكرينين. الحاجه التالتة بقى اللي انت هتعملها لي، هتقول لي بقى، هتكتب لي تقول لي ده من الدقيقه كذا لكذا الاغنيه، والاغنيه بدات من الدقيقه كذا وانتهت في الدقيقه كذا، وكانت مدتها كام دقيقه مثلا، فاهم؟ 5 دقايق، 8 دقايق، 10 دقايق، 20 دقيقه، مليون دقيقه. تكتب لي مدتها، هتكتب لي كل التفاصيل دي، وهتجمع لي كل الداتا ديت، وهتجمع لي على فين بقى يا حلو؟ هقول لك على فين، على الانستجرام بتاعي. تمام. اللي ما يعرفش الانستجرام بتاعي، انا هكتب لينك الانستجرام في الديسكريبشن، يعني مش هكتب لك الانستجرام بتاعي في الديسكريبشن، هتجمعها لي. تمام. بس يا اما عشان اسهل لك الموضوع اكتر هحط لك هعمل لك سكرين كده بالانستجرام بتاعي. تمام. تبحث وتاخد الانستجرام وتروح تبعت لي، عشان ممكن ايه ما يتحطش في الديسكريبشن، او ممكن يتحط ويتشال، او ممكن ما تعرفش تخش. فانا هعمل لك سكرين. تمام. اهو في الدقيقه 40 دي هعمل لك سكرين هنا اهو. تمام. هتاخد لي يعني هتبعت لي على الانستجرام بتاعي دوت، وهتبعت لي كل التفاصيل ديت. هي دي المفاجاه يا شباب اللي انا كنت مستنيها، او كنت بحاول ان انا اضيع فيها اي حاجه عشان اعرف انت اتفرجت على الفيديو للاخر ولا لا. وانا قد كلامي، 3 اشخاص هيعملوا الموضوع ده هيجي لهم الفلوس. طبعا انا عشان اكون واضح معاكم، الموضوع ده هيكون لمده معينه جدا، والمده دي انا اللي هحددها. انت ممكن تجي لي بعد فتره كبيره قوي، انت فاهم، وتعمل ده كله واجي ابعت لك الفلوس. طب ليه؟ مش انت قلت 3 اشخاص؟ هقول لك لان ممكن ما يكونش في غير 2 عملوا كده وفاضل التالت، وتكون انت من نصيب التالت. ممكن يكون في واحد عمل كده وفاضل 2، وتكونوا انتوا من نصيب الاتنين، فاهم؟ طبعا ممكن واحد يشغل دماغه ويعمل لي ده كله، انا بقول لكم كل حاجه، ويعمل لي ده كله من كذا ايميل. تمام. على اساس ان هو كذا شخص. تمام. احب اقول لك انا هعرف لو عملت الحركه ديت، ولو عملت الحركه دي صدقني مش هتاخد مني $1، لان انت كده اشتغلتني واشتغلت نفسك واشتغلت ربنا. تمام. بس فان انت لو جيت عملت كده مش هتبقى مستحبه، وهعرف. هتقول لي هتعرف ازاي؟ اقول لك انا هعرف كل حاجه، صدقني هعرف كل حاجه. بلاش بقى تعمل كده، يعني خليك صريح كده وارضى بنصيبك. $200 هم مش مبلغ قليل، يعني هم مبلغ كتير. بس وان شاء الله يا شباب استنوني في الفلوجات القادمه مع اخوكم فوقش التركي من جولات التركي. هيكون في بجد مسابقات كتيره قوي، وشغل عالي قوي فوق ما انتم متخيلين. والله هيبقى في شغل عالي قوي الايام اللي جايه والفتره اللي جايه، لان انا بتعب ليكم انتم، مش بتعب لنفسي، عشان هوريكم جمال مصر وجمال العالم كله. بس ما تنساش شباب المسابقه، خد السكرين يلا دلوقتي عشان اعرف انت اتفرجت للنهايه. لايك، اشتراك، تفعيل زر الجرس، تكتب لي المدة اللي كانت فيها الفيديو بادئها من كذا لكذا، فهمت؟ بس
يلا بقى اروح بقى اصلي عشان ما صليتش، واروح اخد شاور واروح البس عشان هنتدلع النهارده، وفي خروجه حلوه مش مع بنات طبعا، مع الزيكا طبعا، خروجه بقى وفيلم بقى 7 دوجز بقى، فيلم محقق ايرادات يا جماعه، عقبالنا كده باذن الله. تمام. قبل ما ادخل، لو كملت الفيديو $200، $200 عزيزي المشاهد، $200 ما تنساش، لاني انا قد كلامي، قد كلامي، قد كلامي. في رعاية الله. سلام.